السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال. اهلا وسهلا بيكم معايا على قناة مامة التوينز. لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء صوابي، قناتي بتقدم اكلات ووصفات ان شاء الله باذن الله كلها هتعجبكم وتنور رضاكم. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس المحمرة في الفرن. هنحمر البطاطس معانا في الفرن وهتدينا النتيجة اللي احنا شايفينها دي. هتبقى مقرمشة وكريسبي من بره وطرية من جوه، وهتبقى حلوة قوي. طبعا في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، الولاد عايزين ياكلوا بطاطس محمرة. مش معقول يعني هنقول لهم لا الزيت غالي، ازازة الزيت دلوقتي بقت بسعر فلكي يعني بجد. هنعمل لهم بطاطس محمرة، وصدقوني الولاد مش هيعرفوا انها متحمرة في الفرن، وهتبقى النتيجة زي ما احنا شفنا كده مع بعض. وفي نفس الوقت هنحافظ على صحة ولادنا، يعني احنا هنحافظ على صحة ولادنا من الدهون ومن الزيوت. هنبدأ بقى نجيب معانا البطاطس. انا هعملها بقشرها. هبدأ اقطعها صوابع محملة شوية، يعني انا مش هرفع الصوابع قوي، هعملها محملة عشان خاطر ما تتهريش مني اولا، ثانيا عشان ما تنشفش معايا في الفرن. لان انا لو رفعتها هتنشف معايا في الفرن، وهتبقى مجلدة كده، مش بتشد كده، ومش مش هتديني نتيجة حلوة قوي. فما تخلي الصابع معاكي بتاع البطاطسايه محمل شويه، بتديكي نتيجه افضل. ولو معاكي بطاطس رفيعه زي اللي انا بوريها لك دي، هتكون افضل كمان. ليه؟ لان هقطع البطاطسايه ربيع، هي ربيع كده 4/4، هتكون بس النتيجه معانا كده حلوه قوي. اي لو معانا الحجم ده هيكون افضل كمان. هبدا اقطع الكميه بتاعتي بالطريقه دي، الصوابع تكون معايا مليانه شويه. هخلص الكميه كلها بتاعت البطاطس اللي معايا. هبدأ بعد كده بقى، بعد ما خلصنا الكمية كلها مع بعض اهو، بصوا حجم الصوابع بتاعتي. لو انت حابة تقشري البطاطس عادي مفيش مشكلة، بس انا حبيت ان انا اعملها بقشرها، طبعا مغسولة معانا كويس قوي 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 قوي، ومتنضفة كويس قبل ما اقطعها. هنزل عليها بمية مغلية. هنزل على البطاطس بتاعتي بمية مغلية. هنغطيها بمية مغلية ونحط عليها معلقة ملح ومعلقة خل. انا عايزة اقول لكم ان انتوا ممكن تغطوها بميه مغليه وتركنوها لمده 10 دقائق من غير ما ترفعوها على البوتاجاز. بس انا هرفعها على البوتاجاز لمده 3 دقائق بالكتير قوي، مش هكتر اكتر من كده عشان ما تتهريش معايا، عشان لسه هتخش معانا الفرن. ف... فلو انت حابه ان انت تركنيها في ميه سخنه كده في قلب الحله لمده 10 دقائق، مفيش مشكله. بس النتيجه الافضل ان انت تحطيها على البوتاجاز معانا. دي كده بعد ما سلقناها وصفيناها، سيبناها على البوتاجاز 3 دقايق بالظبط او 4 دقايق بالكتير. ما نكترش عليها عشان ما تتهريش معانا، ما نطولش عليها على البوتاجاز عشان ما تتهريش معانا. عايزه اقول لكم ان انت في المرحله دي ممكن تقدري تقشريها لو انت عايزه، بس انا برضو هسيبها بقشرها مش هقشرها. عايزه اقول لكم ان القشر اصلا ده مفيد، وبيحافظ لي على الفيتامينات اللي في البطاطس معايا. هبدأ بقى بعد كده اجيب معايا ايه. هجيب معايا كمون وربع معلقه كركم، ربع معلقه كركم مش اكتر، وملح وكزبره، بهارات بقى، البهارات اللي انت حباها او بتحبي تحطيها على البطاطس. ودول معلقتين من الزيت، معلقتين 2 بس على الكميه دي كلها. عايزه اقول لكم ان الكميه دي كانت تقريبا حوالي 2 كيلو بطاطس او اكتر. انا قلت اعمل بقى كميه محترمه مع بعضها كده في الفرن، عشان ما ارجعش اعمل تاني، لان الولاد عندي بيحبوا البطاطس المحمره جدا. وعايزه اقول لكم ان هي عجبتهم جدا جدا. هبدا اقلب بقى البهارات بتاعتي في معلقتين الزيت لما يعملوا لي خليط زي ما احنا شفنا كده. هبدا بقى افضي البطاطس بتاعتي وانزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه بمعلقتين الزيت والبهارات. هبدا انزل على البطاطس وابدا اقلبها كويس قوي قوي قوي، لما كل حبايه بطاطس معايا او كل صابع بطاطس معايا يتغلف كويس قوي بالتتبيله بتاعتنا دي. يعني انا عايزه اغلف البطاطس كلها كلها، يوصل لها اللون ويوصل لها طعم التتبيله والملح ومعلقتين الزيت عشان تاخد معانا لون حلو في الفرن. هقلبها كويس قوي. بعد ما قلبتها بقى كويس قوي بالشكل ده، هجيب معانا الصينيه بتاعتي بتاعت الفرن او صاج بتاع الفرن، عليه ورق زبده وعليه مسحه زيت. عايزه اقولك ان انتي لو مش عندك ورق زبده ممكن تستغني عنه، بس هتمسحي الصينيه بتاعتك مسحه حلوه قوي بالزيت، يعني هتمسحيه عشان ما تلزقش معاكي. يعني تمسحي الصينيه مسحه حلوه قوي بالزيت، كميه زيت يعني كده معلقتين كده، عشان خاطر ما تلزقش معاكي. انما انا عشان ورق زبده ممكن امسح الزبده اصلا بمسحه زيت بسيطه، او ما امسحهاش مش هيلزق معايا ان شاء الله.
وابدا افرد معايا البطاطس كده بعيد عن بعضها، كل واحده على حده عشان خاطر كلها تاخد لون معايا. وبعد ما عملنا الكميه كلها كده هندخلها الفرن يكون شغال او يكون ساخن قبلها، متشغل قبلها بحوالي 5 دقايق او 10 دقايق، شغال فوق وتحت عشان ياخد معايا لون. بعد ما ادخله الفرن وياخد معايا لون كده من الشوايه، هبدا بقى اقلبه على اليمه التانية عشان ياخد معايا لون وتحميره حلوه برضو من اليمه التانية، يعني عشان يبقى معايا متحمر من اليمتين. يعني هبدا الكميه كلها كده اقلبها على اليمه التانية. هنقلب الكميه كلها وندخلها تاني الفرن، شغال فوق وتحت ياخد لون من اليمه التانية. يعني هندخلها الفرن تاني تاخد معانا لون من اليمه التانية. بعد ما خدت معانا لون من اليمه التانية وطلعت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، الشكل الحلو ده، كده بتكون البطاطس بتاعتنا خلصت مقرمشه جدا. انا بجد ما كنتش متوقعه النتيجه دي، انا ما بحسبهاش هتبقى مقرمشه من بره، لا ده مقرمشه اكنها فعلا محمره. وطعم البهارات اللي احنا حاطينها مديها كمان تطعيمه احلى كمان من البطاطس اللي بنقليها. وحافظنا على صحتنا ووفرنا زيتنا، وفي النهايه طلعت معانا النتيجه المبهره دي. محمره ولا مش محمره؟ محمره وعجبت الولاد جدا جدا. وعايزه اقول لكم هم ما عرفوش اصلا ان هي معموله في الفرن. عايزه اقول لكم انا بوريكم ان هي قد ايه طريه من جوه ومقرمشه من بره. طريه من جوه ازاي ومقرمشه من بره، وكانت النتيجه فعلا حلوه. وبكده نكون خلصت وصفتنا، وبكده نكون عملنا البطاطس المحمره ووفرنا زيتنا وحافظنا على صحه ولادنا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تقولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير على قد ما تقدروا عشان الفايده توصل للجميع. وفي نهايه الفيديو بتاعنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.